وسط زحمة السوشيال ميديا بقت اللجان الإلكترونية تشتغل ليل نهار، تزرع فتنة وتبعد قلوب عن بعضها. بس اللي بين شعب مصر والسعودية عمره ما كانت كراهية، ده حب قديم وأصله ما يتغيرش، عشرة ومحبة، حكاية محبة وأنا جاي أفتكرها معاكم. ويلا بينا نبدأ الحلقة. في زمن السوشيال ميديا بقى أي كلمتين ممكن يولعوا النار بين أي شعبين، بس الحقيقة إن اللي بين مصر والسعودية عمره ما كان نار. اللي بينا تاريخ ومواقف وقلوب بتحب بعض من قبل ما يبقى في حدود. يمكن الايام تغير والناس تتخانق على تويتر وتيك توك، بس اللي بين الشعبين مش ترند، ده اصل. النهارده عايز اقول لكم حكايه شعبين كل واحد فيهم ليه حضاره وليه نعم وليه رساله، بس في الاخر بيكملوا بعض. خليك معايا ويلا نبدا الحكايه. العلاقه بين مصر والسعوديه ما بدأتش امبارح، دي بدأت من ايام القوافل اللي كانت بتمشي بين النيل والصحراء. المصريين يروحوا يحجوا ويزوروا الأراضي المقدسة، والسعوديين يجوا الأزهر يتعلموا ويتبادلوا العلم والاحترام. ما كانش في جوازات، ما كانش في فيزا، بس كان في محبة صافية. ما كانش في حقد ولا كانت في سوشيال ميديا بتحس الناس على الكرة. كانت في قلوب بتسافر قبل الأجساد، واللي كان بيروح هناك كان بيرجع بحكايات عن الكرم والإيمان والطيبة. مصر أرض التاريخ اللي بيتحكي بالحجر، حضارة آلاف السنين على ضفاف النيل. ناس بنت الأهرامات وكتبت اسمها على جدران الزمن، كل حجر فيها بيحكي عن علم وفن وحياة. واللي يشوفها يفهم إن المصريين من قديم الأزل بيحب يبنوا ويعمروا. أما السعودية فربنا كتب ليها شرف تاني خالص، عاش على أرضها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، وعلى ترابها بدأ النور اللي غير قلوب الناس قبل ما يغير حياتهم. أرض طاهرة بتشهد على ملايين الناس اللي جاية تصلي وتدعي من كل حتة. يعني مصر ربنا كرمها بالحضارة اللي اتعلم منها العالم كله، والسعودية ربنا كرمها بالرسالة اللي وحدت العالم. العلاقة دي مش بس كلام تاريخ على الورق. أيام العدوان الثلاثي على مصر السعودية وقفت معانا وقفة رجولة. وفي حرب أكتوبر الملك فيصل استخدم سلاح البترول، مش عشان يربح منه، لا، عشان مصر تقف على رجليها. ومصر كمان عمرها ما اتأخرت، كانت واقفة في ظهر السعودية في كل وقت احتاجت فيه صوتها أو جيشها أو حتى حب شعبها. ومن ساعتها الدنيا اتغيرت والظروف اتبدلت، بس العلاقة دي عمرها ما كانت خصومة. يمكن أوقات بيحصل اختلاف في وجهات النظر، بس ده عمره ما هيأثر على حقيقة إن إحنا دايما إخوات، وفي دايما احترام ما بيننا. ربنا بيقسم النعم والرزق بحكمته، رزق السعودية بالنفط اللي خلاها قوية وغنية، ورزق مصر بالناس أكتر من 100 مليون بني آدم بيشتغلوا وبيسافروا وبيعمروا البلاد، منهم السعودية نفسها. يعني ربنا رزقهم بالنفط ورزقنا احنا بالقوة السكانية، والاتنين فيهم بركة وليهم مميزاتهم وعيوبهم. لو عرفنا نكمل بعض بدل ما نحسد بعض، وصدقني اللي بيحب الخير لغيره عمر الخير ما يغيب عنه. حتى ربنا ذكر البلدين بطريقة خلى أي حد يفتخر. مصر اتذكرت في القرآن الكريم 5 مرات بطريقة مباشرة، واتذكرت أكتر من 80 مرة بطريقة فيها تلميحات أو بطريقة غير مباشرة. والسعودية كانت الأرض اللي نزل فيها الإسلام واتولد وعاش فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا كرم دي وشرف دي، ومفيش بلد فيهم أقل من التانية، لأن الكرامة مش في الجغرافيا، الكرامة في النية، والنية عند الاتنين واحدة وهي الخير. النهارده لما ندخل على السوشيال ميديا تلاقي في ناس بتتكلم بكراهية على تويتر وعلى تيك توك وعلى يوتيوب، وكل واحد فيهم فاكر إنه بيدافع عن بلده، بس الحقيقة إنهم بيهدوا اللي بناه أجدادهم في كلمتين. اللي بيغلط بيغلط لوحده، لا المصريين كلهم كده ولا السعوديين كلهم كده، كل بلد فيها الطيب والوحش، بس الشعوب العاقلة بجد ما بتحكمش على الملايين من تصرف شخص واحد. إحنا مش محتاجين نكره بعض عشان نحب بلدنا، بالعكس اللي بيحب بلده بجد بيعرف قيمة اللي جنبه مش بيهاجمه. وبالمناسبة يمكن ناس كتير ما تعرفش إن فكرة الأسانسير بدأت عندنا من بدري جدا. أول أسانسير كهربائي في مصر كانت في عمارة اسمها تيرنج بوسط القاهرة في أواخر القرن ال19. يعني وإحنا بنتكلم في زمن كان لسه عربيات فيه نادرة، العمارة دي كانت أول مبنى في القاهرة فيها أسانسير حقيقي. شكله كان جزء من روح المكان، باب نحاس وزرار واحد، الناس كانت بتبص له بانبهار كأنه سحر بيخلي الحجر يتحرك. بعدها بسنين السعودية كانت بتبدأ في أول خطواتها في نفس الطريق سنة 1362 هجريا، يعني تقريبا كانت 1942 ميلادية، لما اتعمل أول أسانسير في قصر الحكم بالرياض، واللي ركبه كان مهندس مصري. الملك عبد العزيز رحمة الله عليه كان بيستخدمه علشان يتنقل بين أدوار القصر. عايزك تتخيل معايا المشهد، من عمارة في وسط القاهرة لقصر في الرياض، والاتنين مربوطين ببصمة مصر. ودي ما كانتش صدفة، دي دايما كانت طبيعة العلاقة بين البلدين، شغل، تعاون، واحترام متبادل.
كل بلد بتكمل التانية، والنتيجة بتطلع أجمل بكتير من اللي بدأنا بيه. وطبعا ما ننساش إن سترة الكعبة كانت بتطلع من مصر كل سنة. مصر والسعودية مش مجرد بلدين، دول جناحين، لو واحد فيهم وقع التاني مش هيعرف يطير. إحنا إخوات وبنتخانق أوقات، بس عمر الدم ما بيبقى مية. خليك واعي، ما تخليش بوست يعلمك الكره. إحنا شعبين من لحم ودم، نضحك ونهزر ونختلف ونزعل، لكن في النهاية إحنا بنحب بعض. وفي النهاية أنا يوسف، ودي كانت حكاية عن المحبة. المحبة اللي بتبني مش اللي تفرق.